السلام عليكم. ازيك يا برنجي؟ عامل ايه؟ رمضان كريم وكل عام وانت بخير، وربنا يستر ما تشوفش الفيديو ده بعد العيد. بقالي شهرين مختفي بسبب الظروف المدرسية بنت الوزن. المهم، بما اننا في رمضان والشياطين مستلسلة، قلت نلعب النهارده لعبة رعب، فاكيد مش هنتلبس يعني. لعبتنا النهارده اسمها كافي ات نايت او قهوة منتصف الليل. لعبة عبيطة وأوزع وحاجة نستفتح بيها. تعالوا نشوف قصة اللعبة سوا. رمضان كريم. أول حاجة صحيت من النوم الساعة 3 الفجر عشان أشرب كوباية القهوة وأطلع على الشغل. أكل العيش مر برضو. خرجت من الأوضة لقيت يعني الوضع عادي. دخلت المطبخ وجبت البراد وقال لي حطه فيه مية. مية؟ فين المية يا كفار؟ ازاي يعني مطبخ ومفيهوش حنفية؟ ما علينا. المهم اضطريت ادخل على ارعب مكان في العاب الرعب، الحمام. بس انت شكلك نسيت ان احنا في رمضان، يعني عيب عليك. ودخلت فعلا ومليت الكاتل وحطيته على النار. قالوا لي هات المج اللي في الأوضة. رحت جبته. لغاية دلوقتي الدنيا حلوة وشكل الشبح واخد أجازة ومش عايز يهاجمني. دي البدايه، دي لسه احنا بنسخن. حد يقول لهم ان احنا لسه بنسخن، قول لهم ان احنا بنسخن. ومرة واحدة سمعت حد بيفتح الحنفية. ايه ده؟ لا يا عم عادي، سيبه بيتشطف ولا حاجة. لا. رحت مصبح عليه بس هو مستجابش. نهارك لذيذ. السلام عليكم، عامل ايه؟ ازيك وازاي ولادك وازاي بناتك؟ عالكسفة اللي انت فيها يا حازم. فتحت الحمام لقيت العفريت عامل ليلة حمراء وحاطط كمية ساعات رهيبة. رحت قافل الحنفية ورحت أكمل القهوة، وكأنه ماشي على المبدأ طول ما أنا خمران مش هعرف أركب الحمار. صباح الخير ومساء الخير يا للروعة. المهم أفتح الباب ألاقي شبح البن ده بيتشعلق أو بيتشنق، مش عارف والله، شكله شبه البلاستيك كده. المهم نفتح الباب تاني ونخش نكمل القهوة. دخلت المطبخ مستني الكاتل يغلي عشان أخلص، لقيت الباب بيخبط. مين؟ 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 قول مين طيب؟ انا مش هفتح. انت ضايقتنا بقى يا عيل يا بارد يا رزل يا. وأنا لسه بكمل الجملة لقيت الكاتل بيصوت، وبعد كده حصل اللي أنا كنت خايف منه. اللي بيستظرف، الاخ اللي بيستظرف هنتلبس. دخل كسر الازاز ودخل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الازاز ده جاي من روسيا. وانا مصمم على طريقي اللي فيه كل الصعاب. هعمل قهوة، يعني هعمل قهوة ومحدش هيعرف يوقفني. صبيت القهوة الحمد لله، واللعبة قالت لي ممكن تروح شغلك دلوقتي، بس انا عشان كسول قلت انا هقعد على سريري المريح نشرب ونتكيف. بس ما كنتش عارف ان في حد مستنيني هو اللي هيكيفني. نخش بقى على السرير الجميل نشوف هنعمل ايه. لعبت تاني وقلت احترم نفسي المرة دي واروح على شغلي ومرجعش البيت تاني باين. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتشير الفيديو بين صحابك. وسلام يا برنجي. لماذا يعيش السمك في الماء؟ ولماذا الاثنين قبل الثلاثاء؟ لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب، سؤال صعب، سؤال يرى